بغيت نقول لكم الاخوان ديالنا، حنا دابا شنو هو مشكلتنا في هذا المغرب؟ حنا جات الرياح ديال 2011 كادت ان تقضي على كل شيء وندخل في المجهول. الحمد لله الله لطف لم يقع هذا مزيان. دابا هذا دازت 5 سنين لا تحتاج الى شهاده احد، شهد لها الشعب. من 107 دزنا ل 125. ما بقاتش الهضره، ما بقاتش الهضره ايها الاقزام اللي كتنوضوا تقلبوا على عبد الاله بن كيران واش كتب شي رساله ولا ما نعرفتو مشى للحمام. واحد النهار مشيت غير لي طواليت في واحد القهوه خرجوها في واحد الموقع. واش هادو ما لقاو ما يديروا عباد الله الصالحين عبد الاله بن كيران غادي للمرحاض؟ لا هما كيعرفوا باللي الا داروا بن كيران غيطلع المشاهدات، ولكن ماشي ملي يكون غادي للمرحاض. مشى للمرحاض عاوتاني مسكين. ايوا سي نورمال. فلهذا انا فهموني الاخوان الكرام المحترمين، هذا الشيء اللي كنديروه هو قيام ديالنا بالواجب. وفي 2011 ملي كانت يعني ملي طلعت الحراره بصح، ماشي الحراره هي هذه الحراره الاخوان، هذه غدوز وغيجي البرد، ولكن ديك الوقت كانت حراره خطيره توشك ان تهدد العمران وتهدد البنيان وتهدد الدوله، والناس اللي دخلوا فيها الى حد الان كاين باقي اللي ما خرجوش منها. ففي هذاك الوقت ما برز في الاول الا العداله والتنميه، وهذاك الشيء علاش تجاوبت الدوله معاه وتجاوب سيدنا معاه وتجاوب الشعب معاه وعطاونا 107 وجات 125. هذيك 125 الاخوان هذوك الاقزام اللي تكلمت عليهم كل ساعه تابعين العداله والتنميه لا كان ما كان، هذيك 5 سنين عليها الطابع ديال الشعب. العداله والتنميه نجح، وهو اول حزب في المغرب ينجح مرتين متتاليتين، ويعين منه رئيس للحكومه مرتين متتاليتين. عبد الاله بن كيران عين في 2016. طبعا ما يعني ناضوا اصحاب هذا الخلطه هذه هما اللي داروا البلوكاج، هما اللي داروا داك الشيء، فهمتيني ولا لا؟ ويمكن حتى حنا درنا بعض الاخطاء باللي قبلنا هذه المسائل هذه وكوننا الحكومه الثانيه. الاخوان ديالنا لم يوفقوا، الاخوان ديالنا ما عندنا ما نقولوا، ولكن ماشي حيت اخوان ديالنا ما داروش اخطاء، لم يوفقوا في العموم. مشينا طحنا ل 13 نائب برلماني، ولكن قال لك الا غاب الزين تيبقاو حروفه. هذا راه العداله والتنميه، وخطح في 2021 عاود غيوقف ان شاء الله الرحمن. انكم قد فهمتموني.